اتخيل كده تكون قاعد في اوضتك عادي خالص وفجأة تسمع صوت غريب وتلاقي بوابة بيتك اتحولت لبوابة لعالم اخر، وتدخل البوابة دي وتكتشف ان بيتك اتحول لزنزانة وحوش غامضة، وتلاقي نفسك وسط مهمات عمالة تجيلك بشكل غامض، ولما تقول لحد او تحاول تتواصل مع حد محدش يصدقك، فتضطر تتعامل مع المعاناة دي بنفسك. فيا ترى هتعمل ايه في الوضع ده؟ وازاي هتتعامل مع الكابوس ده؟ لانه ده نفس اللي حصل في قصتنا النهارده، لانه بطل الحكاية دي مش بيمر بس بمجرد احداث معاناة، ده بيقدر فيها انه يطور مهاراته وقدراته للتعامل مع الشيء الغامض اللي بقى فيه ده. اهم حاجة عايزك قبل ما نبدأ تركز قوي في الحكاية وتسمعها للاخير، لاني اول شخص يعمل الحكاية دي، واضمن لك انها هتعجبك، بس اتفرج للاخر لان الرسم عظمة العظمة وكل فصل ممتع في الحكاية دي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك علشان نوصل لقمة في اسرع وقت، واهم حاجة الصلاة على النبي. ويلا بينا نبدأ. بنشوف في اول الحكاية بطلنا واللي اسمه كيم هيون بوك قاعد على اللاب بتاعه طول الوقت ولا بيعمل اي حاجة تفيده، وفضل قاعد في اوضته محبوس كده لحد ما بقى وحيد تماما. ولكن فجأة هو قاعد بيسمع صوت جنبه، ولما بيبص بيلاقي بوابة اتفتحت، وبتكون دي اسمها بوابة الدهاليز، ودي بقت مربوطة بالبيت والعالم بتاعه. وبطلنا بيكون متحمس من الحاجة اللي شايفها قدامه دي ومش فاهم هي ايه بالظبط، ولما بيدخل الزنزانة دي بيقول في نفسه انا حاسس اني بطل في قصة خيالية. بس الشعور ده ما طولش قوي معاه، لانه قابل غيلان وجري وراه وكان بيحاول يهرب، بس هما فضلوا يسيبوا فيه وكانت اسلحتهم فيها سموم. ولما بطلنا اخيرا هرب منهم حالته كانت صعبة جدا وكان على وشك الموت خلاص، بس قدر انه ينجو بعد معاناة. والنظام بيظهر له بيقول له مبروك انك نجوت، تستحق لقب مكتشف الدهاليز. وبيقول بطلنا بعد ما حياتي اتدمرت وكنت على وشك الموت حبست نفسي في اوضتي اكتر، وحاول انه يقول للناس على الحاجة دي لكن محدش صدقه، وعرف انه حتى الشرطة مش هتقتنع بكلامه. وبيقول ما لقيتش غير حاجة واحدة بس وهي كانت اخر املي. وبيكون اكتشف موقع الدهليز، وده فيه ناس حصل لهم نفس الحاجة اللي حصلت مع بطلنا وظهر لهم زنزانة، وبيكون الموقع فيها أقسام منها تعليمات وتبادل ونصايح ومجتمع، وبيكون فيه مهمات بياخدوها. وبيشوف بطلنا ان المهمة هي انه ينهي الدهليز ده، وبيكون الدهليز بتاعه رقم 765 ومستواه بيكون ضعيف حاليا، والاشخاص اللي موجودين معاه في نفس الدهليز ده هم 30 شخص، وقدامه بالظبط سنة علشان ينهي الدهليز ده وياخد المكافآت واللي بتكون عبارة عن فلوس ومادة من النوع اف. وبطلنا بيفهم الكلام ده كله وبيعرف ان رقم الدهليز 765 هو اللي مربوط بباب بيته، ولازم انه يخلصوا مع الناس اللي معاه دول اللي هم 30 شخص. وبيكون بطلنا خايف على الرغم من كده، وبيكون معتمد على انه حد من ال 30 شخص دول هينهي المكان، بس في الاخر اضطر انه يدخل علشان يدور على حاجه ياكلها ويقدر ينجو. وبيقول ان لما بيقتل جول بيجيله فلوس على حسابه، وبيقدر من الفلوس دي انه يشتري ادوات تساعده من الموقع بتاع الزنزانه. وبيقول بطلنا ان كل ما تعمقت في الزنزانه دي كل ما بلاقي وحوش اقوى واقوى، وكان خايف دايما بس قدر انه ينجو عن طريق قتله للوحوش دي لانه ما كانش فيه اي حاجه تانية يقدر يعملها للنجاه. بس بنروح بقى بعد 3 شهور من الحال ده، وبيكتشف بطلنا انه مش باقي غير 5 اشخاص من ال 30 شخص اللي معاه، والباقيين كلهم لقوا حتفهم. وبيكون بطلنا مش عارف يطلع من الكابوس ده ازاي، وبيكون عارف انه هيحصل له نفس اللي حصل للي ماتوا وانه مفيش مفر من الموت، وبيكون خايف انه يدخل جيلان عليه وهو قاعد في بيته. وطبعا انت بتسال نفسك طب ليه ما يهربش من البيت ده، لانه المكان اللي هو فيه مقفول اساسا بالزنزانه دي، يعني باب بيته اتحول لمدخل لزنزانه، فما فيش مفر من الهلاك. المهم بيكتشف بطلنا في الموقع انه ال5 اشخاص في حد فيهم هيجمعهم علشان يقتلوا اخر وحش وينهوا الزنزانه دي بكره، فبيفرح بطلنا اول ما بيشوف كده. واليوم اللي بعده بنشوف بطلنا قاعد ووشه جايب الوان لما سمع ان ال5 اشخاص الباقيين ماتوا كلهم وما تبقاش غيره هو بس، وبيكون باقي 274 يوم فقط، وبننتقل بعدها للزنزانه. وبنشوف جيلان ماشيه في ممر الزنزانه، وبيكون بطلنا متخبى في الزاويه ومحدش شايفه، وفجاه بيطلع عليهم وبيبدا يضرب فيهم واحد ورا تاني، وبيكون في واحد من الجوبلين بيساعده وبيمسك اخر واحد فيهم متبقى وبيضربوا بطلنا بالدرع، وبكده بيكون خلص عليهم كلهم. وبطلنا بيطلع سكينه وبيجرح صوابعه وبينزل نقطه دم من صوابعه على ورقه محطوط عليها تعويذه معينه فوق واحد من الجوبلين اللي لسه ضاربهم، وبعد ما بينزل نقطه الدم دي بيطلع ضوء قوي وبيفوق الجوبلين من تاني. وبيسأل بطلنا نفسه هل الموضوع نجح، وبيلاقي فعلا انه نجح المره دي كمان. وبعدها بطلنا بيحس بدوخه غريبه وبيرجع بيته وبيحاول يفضل نايم علشان يهرب من الواقع المؤلم اللي هو فيه، وبيكون خلاص اتجنن وجاب اخره، وبيقول انه هيواجه الزنزانه كلها بنفسه، وبيقرر فعلا انه يتكيف مع الوضع ويحاول يواجه الامر الواقع. وبيقول قبلها لازم اشوف انا ايه قدراتي اساسا، وبيكتشف انه بيراود المانا، وبيسأل نفسه هو انا ساحر ولا ايه، وبيكون بيقدر يعرف قدراته من برنامج الزنزانه، وده برضه مرتبط بالموقع
الموقع بتاع الزنزانة، وبيقول ان بعد وقت من فهم قدراته قدر انه يروض وحوش الجوبلين ويخليهم تابعين عنده، ولكن كل ما بيستخدم طاقة المانا بتاعته بتجيله ظاهرة اسمها استنفاد المانا، وبيبدأ بسبب الظاهرة دي انه يدوخ وضغطه ينزل وحالته بتكون حالة. ولكن في احدى المرات وهو في الحالة دي سمع صوت غريب جاي من الممر اللي هو فيه، واتفزع وطلب من الجوبلين اتباعه انهم يحموه، وبيكون قدر انه يهرب لبيته تاني، وبيقول في نفسه لازم اتعافى بسرعة. وبيكون بعد بحث وتعمق في موقع الزنزانة اكتشف انه لازم يستخدم موهبة السحر والمانا دي مع فريق، يعني ما يقدرش يعمل كده لوحده لانها قدرات مترابطة وبتكمل بعضها، فلازم يندمج مع فريق. ولكن بعد قتل كل اللي معاه ما بيكونش قدامه حاجة يعملها، لانه ما كانش بيجتمع او حاول انه يتواصل او يدعم فريقه اللي مات في مهاجمة الزنزانة دي، وبيكون ندمان انه ما عملش كده، وبيقول انا ليه ما خرجتش من بيتي مع الكل، انا ليه فضلت لوحدي. وبيكون بطلنا نام قدام مدخل الزنزانة من التعب، وفجأة بيقوم مفزوع على صوت حد بيخبط على باب بيته، وما بيكونش مصدق اللي بيسمعه، وبيروح يفتح الباب وبيستعد يهجم على اللي خبط عليه، ولكنه مش بيلاقي اي حد، وما بيلاقيش غير مجرد صندوق على الارض، وبيشوف رساله جات له في الموقع، حد بيقول له انت كده اخدت الهديه اللي بعتها لك. وبنروح لاتنين لابسين بدل كده، وواحد منهم بيقول للرئيس بتاعه انت بعتها تاني؟ فبيقول له الرئيس ايوه بعتها، انا استثمرت المستقبلي، في مشكله يعني ولا ايه؟ لانه كده كده الناس كلها هتموت في اقل من سنه. بس الشخص ده توقع يقصد بطلنا كيم انه عنده قدره النمو، وممكن يكون فعلا يستحق الاستثمار ده. بيقول له انا دفعت النهارده 3000 دولار بس. بيقول له الراجل اللي معاه تاني انك دفعت 900,000 دولار، انت عارف المبلغ ده كبير قد ايه؟ بيقول الرئيس معاك حق، ده مش مبلغ اي كلام كده، بس الفلوس او حياتك، اكيد حياتك واي حاجه تانية ملهاش لازمه، فلما الناس تيأس ساعدهم وتذكر اللي انت عملته ده طول حياتك، حتى لو 1% منهم طلع بنتيجه كويسه، فده هيكون اكبر استثمار ممكن تعمله في حياتك. بيقول الراجل التاني انا فاهمك لكن الموضوع مش هيكون مهم قوي لو دفعت كل المبلغ ده. وبيقول الرئيس انت راجل اعمال، فما فيش حاجه تخليك تبعد عن الفرص، وبيسأل نفسه لو الحاجة اللي عملها البطلنا دي فعلا هتيجي عليه بالنفع. وبنروح لبطلنا اللي بيكون مش فاهم حاجة وبس بيعرف انه جه من الرئيس، وبيكون جه معاه رسالة وبيقول للرئيس انا قرأت رسالتك اللي بعتها في الاعلانات انك فقدت الامل خلاص، وعرفت انك في حالة صعبة جدا، علشان كده اشتريت لك كتابين بفلوسي انا، وهو ده الطرد اللي وصل لبطلنا كيم. وبيكون قايله الرئيس اخر حاجة اتمنى تساعدني، وبيكتشف ان اسعار الكتابين دول مع بعض 2 مليون وون، وبيفتح غلاف احدى الكتب وبينصدم من انه كتاب تعليم سحر، وبيقول انا مش عارف مين الرئيس ده بس مش هنسى ابدا المساعده دي. وبيكون قاعد بيدرس الكتاب وبيكتشف انه تحريك المنع عامل زي الخياطه كده، وبيفهم بطلنا كمان انه يقدر يصنع دائره سحر بشكل اسرع كل ما يحترف الموضوع. وبيلاقي بطلنا انه لازم حاليا يقوم ويدخل الزنزانه، وده غصب عنه من النظام، لانه لو ما عملش كده خلال 20 ساعه هياخد عقوبه، وهي انه مستواه وقدراته هتنخفض. وبيبدا يستعد بحماس هو واتباعه الجوبلين على دخول الزنزانه، واول ما بيدخل بيلاقي جوبلين تانيين، فبيمر اتباعه يهجموا عليهم، وبعدها بيقدر انه يخليهم هم كمان اتباعه. وبعد ما بيتقدم شويه كمان بيلاقي حاجه مختلفه المره دي، وبتكون هياكل عظميه عيونها مضيئه وشكلها يخوف، وبيتساءل بطلنا ازاي هيقدر يخليهم اتباعه دول، وبيكون محتاجهم لانهم هيكونوا مفيدين اكتر من الجوبلين، وبيكون محتار لانه علشان يقدر يخليهم اتباعه لازم دم من الوحش مع دمه هو، وبيكون مش عارف ازاي وهم عظم بس، وبيمتلك اليأس وبيقرر يمشي ويكبر دماغه من الموضوع ده. ولكن النظام بيوري له مستوى الهياكل العظميه دي، وبيكون 2 منهم تصنيف A وواحد تصنيف C، وبينصدم بطلنا وبيكتشف انهم حاجه ما ينفعش يهملها بالمستويات دي، وبيأمر الجوبلين انه يصطادهم الاول وبعدها يبقى يشوف موضوع انه يحولهم اتباع ده. وبعد ما بيقدر يتمكن منهم بيربط واحد منهم قدامه، وبيفكر ازاي يقدر يخليه تابع ليه، وبيقرر انه يجرب يدمج الهيكل العظمي ده بالمانا بتاعته عن طريق تعويذه، وبيخلي المانا بتاعته تتدفق فيه ببطء، وبينجح فعلا وبيتحول لون عين الهيكل العظمي ده للون الازرق. وبيتحمس بطلنا لانه شعوره فعلا طلع صح، وبيتحمس يكمل باقي الزنزانه، وبيعرف بطلنا انه تحويل الهياكل لاتباع بياخد مانا اكتر من الجوبلين، وبيقرر يرجع مع الهيكل والجوبلين لبيته. ولما بيوصل بيشوف معلومات الهيكل العظمي ده من النظام، وبيكتشف انها انثى، وبيفكر انه يسميها كريستينا، وبتتفاجئ الهيكل العظمي بعد ما بيسميها. وبيجي الليل وبيكون بطلنا نايم، وكريستينا قاعده قدامه وبتبص له، وفجاه بتفتكر حاجه وبتشوف فريقها وهما بيهجموا على الزنزانه، ولكنهم كلهم بيموتوا وهي بتكون من ضمنهم، وبتكون اتحولت لهيكل عظمي. وبنرجع تاني لبطلنا وبيكون صحي من النوم، وبيروح لكريستينا يكلمها ولكنها مش بترد عليه، وفجاه بتقول له صباح الخير، وبيكون بطلنا كيم مصدوم وبيقول لها
لها ايه ده انت بتتكلمي؟ بتقول له ايوه انا بستخدم المانا علشان اعرف اتكلم، ولكن الموضوع مش هيطول قوي. فبينصدم كيم من احترامها بما انها هيكل عظمي يعني، فبتقول له بفضل انك اديتني اسم اتذكرت حاجات عن نفسي وبكده قدرت ان اتكلم. فما بيكونش كيم فاهم حاجه، فبيطلب منها توضح كلامها وبيبدا انه يديها مانا علشان تتكلم، وبيقول لها انت مش بس مجرد هيكل عظمي يا كريستينا، وازاي بتعرفي تتكلمي وعندك مشاعر وبتستخدمي المانا كمان؟ انا مش فاهم حاجه. فبتقول له كريستينا ده لانك اديتني اسم زي ما قلت لك. فبيقول لها بس ان اديتك اسم عمل كل ده؟ فبتقول له لا ده مش مجرد اسم، انك سمتني فكده انت خليتني موجوده في العالم ده. فبتقول له ده حاجه كبيره للي تاخد منهم اسمهم. فبيسالها بطلنا قصدها ايه؟ بتقول له انه اسامينا وروحنا والكيان بتاعنا كله بيتاخد مننا وبنبقى عبيد للزنزانه ومن امبارح وانا كده. فبيسالها بطلنا يعني انت ما تعرفيش مين اللي اخد منك اسمك؟ فبتقول له لا ما اعرفش والله، علشان انا لسه ما استرجعتش ذكرياتي كلها، بس في حاجه واحده بس اقدر افتكرها وهو كائن مخيف. فبيحس بطلنا كيم بالخوف اللي في كريستينا وبيبدا يرتعش كده. فبيسال نفسه ايه هو الكائن اللي بيسكن في الزنزانه ده؟ فبيسال نفسه هل اقدر افوز قدام كائن زي ده؟ فبيتضايق لانه بقى في الوضع ده غصب عنه، وكمان عايزينه يقتل حاجه قويه كده، وبيقول حتى لو رحت في 60 داهيه ومت فروحي حتى مش هتتحرر وهيبقى حالي شبه كريستينا كده. فبتجيله كريستينا وبتمسك ايده وبتقول له ما تخافش خالص، انا هعمل كل حاجه عندي علشان احميك، فارجوك اوعى تخاف. فبتحمسوا الجوبلين معاها، فبيشكرهم كيم على اهتمامهم. فبيطلب منها كيم انها تقول له اي حاجه افتكرتها، اي حاجه كده ممكن تفيد. بتبدا تتكلم وبتقول له اي حاجه هي انه، وبعدها بتقطع كلام وبتبدا تعمل حركات غريبه. فبتقول لبطلنا كيم ما تخافش مفيش حاجه ده بيحصل لانه انا بتكلم بالمانا. فبيسالها بطلنا ايه ده هي دي ظاهره استنفاد المانا؟ فبيقول لها كيم عادي ممكن نستنى لحد ما المانا ترجع تاني، نقدر نعمل ايه بس لحد ما ترجع. فبتروح كريستينا وبتستخدم الكمبيوتر بتاعه وبينصدم بطلنا من اللي هي بتعمله، وبيقول في نفسه دي عندها موهبه في اللغات، شكلها بتحب الحاجه دي قوي. وبيشوف معلومات عنها من النظام وبيلاقي انها اتحسنت في حاجات تانية كمان، وبيقول انها عندها موهبه ما شافش زيها قبل كده. وبيفكر بما انها من المستوى سي في السحر يخليها تعلمه بعدين، وبيفكر ان لو اتعلم السحر ممكن انه يقاتل من غير ما يقرب من الاعداء، وبيقدر كمان يصنع هياكل محاربه. وبيقول حاليا في خطه لازم انفذها وهي اني اشتري لكريستينا كمبيوتر جديد ليها. بعدها كيم بيقول لها عندي طلب. فبيقول لها انت كنت قلتي انك ساحره في حياتك القديمه. فبتقول له ايوه كلامك صح. فبيقول لها طيب ممكن تعلميني السحر؟ وبتقول له اكيد عادي. فبتبدا تعلمه وبيكون عندها خبره ومعرفه كبيره في السحر، وبتكون شرحت له الكتاب اللي وصل له كله بسهوله، وعلمته ازاي يستحضر مانا ويستعمل السحر، وعرفته له ما بيقدرش يرسم دايره سحريه. وبتكون كريستينا علمت بطلنا كيم حاجات كتيره في اسبوع واحد بس. فبيكون مقرر يدخل الزنزانه بعد ما يتعلم رسم الدايره، ولما بيدخل بيحس ان الزنزانه مش مكان وحش برضه. فبتقول له كريستينا حاليا هننتقل لمرحله الجوبلين، فعايزك تخلي اكبر عدد منهم اتباع ليك. فبيعمل كده كيمو. بتقول له كريستينا حلوه قوي كده، بس بيسالها بطلنا طب وهنعمل ايه بالعدد ده كله؟ فبتقول له كريستينا في حاجه عايزه اتاكد منها. بتقول له هي حاجه خاصه بيا انا. فبتقول له فاكر لما انا وانت استحضرنا مانا في بيتك قبل ما ندخل الزنزانه؟ فبيقول لها بطلنا ايوه فاكر. فبتقول له على الرغم من انه ما كانش فيه اخطاء في الدايره السحريه اللي عملناها وكمان استحضرنا مانا كتير، انا ما زادتش المانا بتاعتي خالص عكسك انت. فبيقول لها ده حصل لان انت ما قدرتيش تشربي المانا صح كده؟ فبتقول له ايوه. وبتروح تخنق فجاه واحد من الجوبلين من رقبته وبتبدا تطلع قوتها عليه وبتمتص روحه. فبينصدم كيمو. بتقول له كريستينا ده بيحصل لاني ميته اساسا. فبتقول له ده السبب اني ميته، علشان كده ما بقدرش امتص مانا، وعلشان ميت يقدر ياخد قوه لازم ياخد حياه اللي حواليه. فبتبدا كريستينا وكيم يتوتروا وايدهم ترتعش. فبيقول في نفسه لو دي الحاجه الوحيده اللي بتخليكي لازم تعيشي فانت ما عملتيش حاجه متوحشه زي ما انت مفكره. فبيحس باللي جواها ولومها لنفسها. فبيروح لها وبيحط ايده على كتفها وبيقول لها انت قلتي انك هتعملي اي حاجه علشان تحميني صح كده؟ فبيقول لها طيب ده امر مني انك تقتلي علشان تكوني اقوى. فبتنصدم كريستينا من كلامه. فبيقول لها خليكي قويه علشاني واقتلي علشاني، انا السبب في اللي انت فيه ده لان انا اللي اديتك اسم. فبتقول له كريستينا انت طيب قوي. فبتحرج وبيقول لها تمام يلا امتصي ارواح باقي الجوبلين. فبتقول له كويس اني ما تحولتش زومبي. فما بيفهمش بطلنا قصدها ايه. فبتقول له الزومبي ممكن يكونوا اقوياء لانهم شبه احياء وبيقدروا ياكلوا الارواح مش يمتصوها. فبينصدم بطلنا فبيفرح وبيقول لها انا مبسوط انك هيكل عظمي. فبيشوف كيم النظام وقوه كريستينا ازدادت قد ايه، فبيلاقي انها ما ارتفعتش كتير من قله مستوى الجوبلين. فبيقول لها بطلنا خلينا نشوف حاجه اقوى من كده. فبيلاحظ كيم ان الجوبلين اللي معاه بيشاور له على حاجه، فلما بيبص بيلاقي عدد كبير جدا من الجوبلين بيهجموا عليهم. فبتقول له كريستينا خلي الحوار ده عليا. فبيقول لها متاكده انك هتقدري لوحدك؟ فبتقول له اتوقع ايوه. فبتعمل تعويذه اسمها السهم السحري وبتهجم عليهم بالاسهم وبتقدر توقع
عدد منهم، ولكن بتتعب بسبب المنى اللي استخدمتها. فبطلنا بيقول لها ارتاحي انتي، وبيأمر اتباع الجوبلين انهم يقضوا على الباقي. فبيبداوا يتقاتلوا، وبطلنا بيشوف واحد بيهجم على اتباعه وبيقدر يحميه، ولكن الباقي بيهربوا وبيطلب من اتباعه انهم يمسكوهم. وبنشوف بعد كده عدد كبير من الجوبلين ميتين على الارض، وبطلنا بيكون سلاحه اتكسر ومتجرح وحالته حاله، وبيتضايق وبيقول في نفسه ان خلص كل الجوبلين اللي معاه. وبنكتشف ان هم بعد ما هربوا ما كانش ده هدفهم، ولكنهم كانوا بيستدرجوا بطلنا واللي معاه لعدد كبير منهم، وبعدها حصل اللي حصل. فبيتضايق بطلنا وبيقول في نفسه اعمل ايه دلوقتي؟ هل هخلي كتير منهم اتباع لكن الموضوع ده هيتكرر تاني وهيموتوا؟ فبيكون محتار يعمل ايه. فبتجيله كريستينا وبتطمن عليه وبتقول له انت كويس، ما تزعلش قوي كده، هم عفاريت وفي الاخر لازم يموتوا، فانت مش بايدك حاجه، ويخلينا نرجعك للبيت علشان انت محتاج علاج. فبيقول في نفسه معاها حق، ما اقدرش اعمل حاجه وانا في الحاله دي. فبيقول لها يلا نرجع. ولما بيرجعوا بتكون كريستينا بتعالجه، وبتقدر في لمح البصر انها تقفل الجروح اللي عليه وتعالجه تماما. وبتقول له ان ده سحر اسمه الشفاء الصغير السريع، وبيتعمل من دايره سحر واحده بس. وبعدها بيقول لها ده حلو ده. وفجاه كريستينا بتقرب منه بشكل يخوف وبتقول له ايه رايك ننتهز الفرصه دي ونحصل على معدات حمايه؟ الموضوع هيكون خطير لو قابلت خصم اقوى منك دلوقتي. مالك كده يا بنت المجنونه انت؟ فبيشوف كيم الفلوس اللي معاه وبتكون 1.5 مليون، وبيقول انها مش كتير قوي ولا قليله قوي. فبيقول لها ان مجموعه دروع اساسيه لوحدها بالمبلغ اللي معايا ده كله. فبتقول له الاساسيات دي مش هتكفي علشان تخلص الزنزانه. فبتقول له بعدها ما تخافش من موضوع الفلوس ده، عندي طريقه نقدر نجمع بيها فلوس. فبيقول لها بطلنا ازاي؟ فبتقول له هنشر على لوحه المكافآت، لانهم قالوا انك ممكن تاخد فلوس لو كتبت حاجه عليها مشاهدات كتير. فبتقول له هحاول ان انشر شويه حركات سحريه من اللي اعرفها. فقال لها انت مش قلتي ان معرفه السحر دي حاجه زي الذهب كده؟ فبتقول له عادي، هي حاجه مش مهمه قوي، ده مجرد سحر دايره منخفضه، وعلشان كده الاستجابه هتكون بطيئه. فبيقول لها كيم طيب خلينا نعمل اي حاجه مفيده. فبتقول له كريستينا بحماس خلي الموضوع ده عليا. وبعد شويه وقت كريستينا بتجمع له 51 مليون وون. فبينصدم كيم وبتقول له كريستينا اتوقع انه عدد كافي علشان تنقل من مكانك ده. فبينصدم كيم اكتر وبيقول لها ايه ده، هو انا اقدر انقل من مكاني؟ بتقول له ايوه تقدر، لما تدفع ثمن الانتقال حط عنوان بيتك اللي انت فيه حاليا واللي انت عايز تنقله. وبتقول له كمان انه تقدر ترجع بعد نص يوم في الزنزانه، يعني كده يقدر ينقل الزنزانه بتاعته ومكانه تماما ويقابل ناس جديده. وبتقول له كريستينا كمان هيرجع لك نفس المبلغ اليوم اللي بعده لو قدرت انك تحصل على المركز الاول في لوحه المكافآت، فهتاخد رسوم اضافيه مقابل المشاهدات. فبيقول لها بطلنا حلو ده، المهم لازم ننتقل لمكان فيه ناس كتير. فبتوافق كريستينا، وبعد 4 ايام بينقل بطلنا لبيت فيه 4 غرف وصاله منفصله ومطبخ، وايجار البيت بيكون 5000 في الشهر. وبيقول كيم البيت مش وحش خالص. فبيروح للشباك وبيشوف بطلنا كيم ناس تحت، فبيفكر لو كريستينا ليها علاقه بالناس دول. فبيخاف وبيقول شكله فعلا كده لانها قالت التفاوض قبل كده. وبيقول في نفسه لو قدرت اوصل للناس دول ممكن اقدر اخرج من الوضع اللي انا فيه ده. بس فجاه كريستينا بتقطع حبل افكاره وبتندع عليه بصوت عالي. فبتقول له بصراخ فوق مش هتقدر تنجو غير لما تواجه الدهاليز، انت لسه ما تقبلتش حالك وفهمت الحاجه دي. فبيقول لها ممكن يكون فيه طريقه نطلع من هنا. فبتقول له طيب وبعد ما تطلع هتعمل ايه لو الامور بقت اسوأ واسوأ؟ هتهرب تاني؟ لازم توقف تفكر في الهروب وتحاول تخلي الامور احسن. فبتأثر الكلمات دي في بطلنا كيم جدا، وبيتحمس وبيخبط الحاجز اللي قدامه وقدام العالم الخارجي، وايده بتتجرح وبيقول الحريه قدامي اهي، انا هنجو ولازم نحافظ على حياتنا. وبيتجنن وبيقول انا هخلص الموضوع ده، يعني هخلصه. فبتطلع منه طاقة مانا رهيبة وما بتقدرش كريستينا تتحمل القوة دي، فهو بينصدم من اللي عمله. فبتقول له كريستينا من غضبك وعزيمتك المانا دخلت في الأوردة وبدأت تتحرك في جسمك. فبيقول لها طب وبعدين؟ فبتقول له الموضوع مش على وبعدين، السحر عبارة عن دراسة تمكن من العقل. بتقول له طبيعي نمو العقل يؤدي إلى نمو العالم، وأنت دلوقتي تقدر تسمي نفسك ساحر. فبتقول له حاليا في دائرة منار بتلف حوالين قلبك. فبيشوف بطلنا نفسه بعد الكلام ده وبيقول أيوه أنا عندي موهبة، وفوق كده الدروع كمان مهمة. فبيروحوا مهمة في الزنزانة وبيقدروا يهزموا هياكل عظمية مستوياتهم كويسة، فبياخدوهم البيت وبطلنا بيخليهم أتباع ليه وبيسميهم هما الاتنين، وواحد منهم اسمه كاستل والتاني كاي. فبيقول كيم لكريستينا هو الموضوع نجح، هما مالهم كده؟ فبتقول له ممكن تربطهم دلوقتي مؤقتا. فبيقول لها هو لازم اعمل كده؟ فبتقول له مفيش حاجة تضمن انهم هيكونوا هاديين زيي. فبيقرروا يربطوهم ويحطوهم في الدولاب شوية عبال ما يسترجعوا ذكرياتهم، وبعد شوية بيفتحوا الدولاب تاني وواحد منهم بينقض على بطلنا وبطلنا بيتفزع منه وبيقع على الارض وبيبدأ
بيبدأ يتشنج، وبتخمن كريستينا ان رجعت له ذكرياته. وبيقول كيم هو تاني ده ما بيعرفش يتكلم ليه، هو مش فاهم لغتنا؟ فبتقول له كريستينا لانهم ما عندهمش حبال صوتيه زي انا، لان انا حاله خاصه. فبتكلم كريستينا الهياكل العظميه دي وبتقول لهم ان انتوا عارفين ان اسمكم اتاخد، ومع ذلك انا قدرت ارجع شويه من ذكرياتي، وكل ده بفضل الاسم الجديد اللي بطلنا اداهولها. فبتقول لهم بس حاليا سيدي في مشكله، وزي ما حصل مع عالمنا فالعالم ده بيتم الهجوم عليه برضه. فبتقول لهم كمان ان علشان ما نفقدش اسمنا لازم نخلي سيدنا واللي هو بطلنا كيم يعيش، وفي يوم من الايام هتيجي لكم فرصه تحقيق الحاجه اللي ما قدرتوش تحققوها. فبتقول لهم اقسموا انكم هتعيشوا علشان سيدكم، وانا كمان هقسم. وبتعمل كده فعلا، وبتقول انه اذا خليتني اعيش يا سيد كيم فهعمل كل اللي انت عايزه مني. فبتقول لهم دوركم انتوا الاتنين دلوقتي، ولو رفضتوا هخلص على امكم دلوقتي. فبيتكلموا هما الاتنين وبيقسموا. فبتفك كريستينا الرباط اللي على ايديهم، فبيقدروا يتكلموا كويس. وكريستينا بتقول شكله مش هنحتاج مانع علشان نتكلم. فبيقول بطلنا ان الموضوع كده هيكون مريح. فبيقول لهم بطلنا وبيسالهم ايه هي اهدافكم. وبيتكلم كاسل اللي بيكون مرتزق او سياف سابق مستوى سي، وبيقول انا هدفي الانتقام. انا مش فاكر كويس لكن انا اتغدر بيا ومت، وهلاقي اللي غدر بيا وهنتقم منه. وبيقول كاي اللي كان فارس سابق ومستوى سي انه فيه ارث لعيلتي، وبيقول انه بعد ما دخل اخويا الزنزانه دي ما بقاش يتكلم عن موضوع الارث ده. وبيقول هدفه في الاخر وهو انه يلاقي الارث ده ويرجعه لعيلته. وكريستينا بتقول هدفها وهي انها كانت ساحره ولسه كده برضه، وهدفها هو الوصول لمستوى اعلى من اللي كانت عليه قبل كده. وبيجي دور بطلنا كيم يقول هدفه، واللي ما كانش عارف يقول ايه لانه عيل ملوش لازمه ولا كان بيعمل حاجه غير انه قاعد على الكمبيوتر. فقال لهم هدفي هو النجاه، وانه كنت على وشك الموت كذا مره، وانا مش عايز اجرب الخوف ده مره تانية. وبيقول لهم ارجوكم ساعدوني انجو. فبيستغربوا الثلاث هياكل وبيحبوا صدقه، وبيقولوا له طبيعي انك مش عايز تموت، هنساعدك يا سيدي. وبيفرح كيم من كلامهم، وبنروح ليهم وهم في الزنزانه، وبيكون كاستل وكاي بيقاتلوا الجوبلين بمهاره عاليه، فبيكونوا هيجرحوا بعض بالغلط. فبيقول لهم كيم عادي هقدر ان عليكم. وبتكون كريستينا بتدرس وبتقول ان في المستقبل هنقدر ان نكتشف الزنزانه بشكل اسرع. فبيوصلوا لغرفه الزعيم وما بيكونوش متوقعين يلاقوها بسرعه كده. وبيقول بطلنا انه على حسب اللي قالوه اللي قبلي انهم دخلوا غرفه الزعيم ولقوا جوبلين واحد محارب و20 جوبلين عاديين. فكاستل بيقول ده مش حاجه، يلا بينا نصطادهم. وبنعرف ان جوه المكان ده وحش زعيم، وده بيكون مختلف عن اي محارب جوبلين تاني. فبتقول له كريستينا المقاله دي قديمه فممكن مش حقيقيه. فبتقول له كمان ايه رايك نرجع الاول ونصلح معداتنا ونروق على حالنا. فبيرجعوا فعلا وبيبداوا يظبطوا المعدات اللي معاهم. فبينده كيم على كريستينا وبيقول لها ان قدراتك زادت جدا عن اخر مره. فبيكون كاي وكاستل منبهرين انه يقدر يشوف قدراته كلها، وبيطلبوا منه انه يشوف قدراتهم. وبيشوفها فعلا وبيلاقي كاستل مستواه 109 وكاي بيكون نفس مستواه، ولكن القدرات والتحمل والمانع اعلى شويه عند كاستل. وبيقول لهم كيم انتوا الاثنين اتحسنتوا جدا. وبيشوف بطلنا مستواه وبيلاقي انه اعلى منهم كلهم، وبيكون مستواه 119. فبيقول لهم بطلنا ده مش كافي، لو كنت عايز تحافظ على كل حاجه فلازم تكون مستعد اكتر من كده. فبتقول لهم كريستينا في حاجه عايزه اشتريها، وبتكون مسحوق حجر المانا، وبيكون سعره 1,000,000 وون لكل 10 جرام، وبيقدر يشتري كحد اقصى 100 جرام. فبتقول له كريستينا انا عايز اشتري 1 كيلو جرام. فبيتصدم كيم وبتقول له انه عليه خصم 50% حاليا، ويقدر يشتريه مقابل 50 مليون بس. فبيقول لها كيم بس انا مش معايا المبلغ ده حاليا. فبتقول له لما بحثت اكتر في الموقع لقيت انه فيه تقسيط. فقال لها كيم يعني هي دي حاجه ضروريه نشتريها؟ فقالت له ايوه. فقال لها خلاص هشتريها ماشي. فلما بيشتريها بتقول له هركز حاليا ان اصنع حاجات، فعلشان كده يبعدني عن انه ادخل الزنزانه. وبتدخل اوضه من الاوض وبتقفل على نفسها. فبيقول له كاستل وكاي شكلها مش هتخرج غير بعد وقت، خلينا نروح احنا للزنزانه ونزيد قوتنا شويه. وبنشوف بعضها بطلنا هو وكاي وكاستل راحوا الزنزانه علشان يرفعوا مستواهم ويبقوا جامدين. وبنشوفهم وهم بيكونوا قتلوا 287 وحش من الزنزانه. وبيقول بطلنا كيم انا حاسس اني محظوظ قوي، وحاسس اني مش محظوظ خالص في نفس الوقت. فبيقول له كاستل الحظ ده اهم حاجه يا عم في حياتنا، وكمان دي حاجه ما نقدرش نتحكم فيها. بيقول له بطلنا لا ما تقولش كده بس يا عم، لان انا عندي موهبه اسمها كانجون. فبيساله كاي دي بتخلي حظك حلو يعني؟ فبيقول له كيم لا دي معناها الحظ الحلو في المواقف اللي زي الزفت. وبيشرح لهم ان في شائعه بين الناس ان الحظ هي حاجه متوازنه، بمعنى اخر ان لو حصلت حاجات حلوه بسبب الحظ فهتحصل حاجات مش حلوه بسبب الحظ
الحظ برضه، وهو يقصد وضعه الحالي، وانه لو حصلت له حاجه حلوه بسبب حظه فهيجي له بعدها حاجه مش حلوه، ودي فعلا بتحصل في حياتنا. وبيقصد بكده انه ما قابلش خالص هيكل عظمي عنده قوه جامده. فبيقول له كاي ايوه وممكن انت قابلتنا في مرحله الحظ الحلو. فبيتحرك كيم وبيرجعوا بعدها لبيت بطلنا، وبيشوفوا كريس واللي هي نفسها كريستينا ولكن ده اختصار. وبيقول لها بطلنا اخيرا خرجت من الحجز اللي كنت فيه، انت خلصت اللي كنت بتعمليه ولا لا؟ وكريس بتتنهى كده زي ما تكون بتحتضر، وبتقول له لا والله ما خلصتش حاجه. بتقول له الموضوع اساسا سهل ولكني ما اعرفش ليه فشلت 3 مرات وما عنديش غير فرصتين بس. وقالت له المهم اني قاعد هنا علشان ببرد دماغي، ما انتي بنت فاشله وعامله لي فيها ساحره وبتعرفي تعملي كل حاجه. فبيفكر بطلنا انها فشلت علشان حظه، وبيبداوا كاي وكاستل يفضحوا موضوع حظه ده قدامها، وهي بتقول لهم انه ملوش دعوه وفشلي هو مسؤوليتي انا، لان كل حاجه بنعملها بتكون برغبتنا. وبتقول في نفسها ومش مهم لو الفشل ده كان هيجي بمصيبه على بطلنا كيم. وبترجع تحاول تاني، فبيسألها بطلنا طب يا حاجة كريس انت بتصنعي ايه طيب؟ بتقول له ده سر يا حبيبي، بس انت هتحب الحاجة دي لما تخلص، فخليك منتظر وبس. ولما بتدخل الفضول بياكلهم وبيروحوا يقفوا عند الباب يتصنطوا، فبتحس بيهم كريس وبتطلع وبتقفشهم وبتقول لهم بشكل مرعب كده ما تاخدوا لكم لفة كده في الزنزانة تاني. وبنروح بقى بعد 3 ايام وبنشوف بطلنا بيسأل كاي وكاستل هي كريس طولت كده ليه؟ فبيقول له كاي دي بقى لها 3 ايام جوه. فبيقول له بطلنا انا حاسس المواضيع مش تمام معاها. فبيقول له كاستل انت عايز تدخل تاني يا عم؟ انت مش فاكر ازاي كانت بتبص لنا لما حاولنا نتنصت عليها؟ فبيهدي بطلنا كيم نفسه وبيقول انها شخص ذكي فاكيد هتظبط الدنيا. وهم قاعدين بيتكلموا بتطلع عليهم كريس، فبيسالها بطلنا لو هي خلصت اللي بتعمله. فبتقول له كريس ايوه خلصت، وبتورينا كريس بطاقه تعويذه، يعني كل الفرح ده على بطاقه هتكون بتعمل ايه يعني في الاخر؟ بتدي بطلنا مثلا القوه اللي ما يتخيلهاش هو، ولا مش هتعمل له حاجه في الاخر؟ وبتشرح لبطلنا ايه هي البطاقه دي، وبتعرفه انها بطاقه مرسوم عليها دايره سحريه. وبتقول له ممكن لاي شخص معاه البطاقه دي يستخدم السحر عن طريق انه يحط في البطاقه دي مانا ويفكر في اي قوه وشكلها بمخه وهيقدر يحصل عليها. بتقول له فوق كده كمان تقدر تبطئ الوقت وتستخدم سحر اللي بيكون محتاج دايرتين عادي خالص. وبيقول بطلنا انه ما قدرش يتعلم السحر ده لان الحاجات دي مش طبيعيه بالنسبه للعالم بتاعه. فبيسالها بطلنا بعدها انت رسمت كل ده بايدك كده؟ وبتعرفوا انها استخدمت الطباعه علشان تساعدها. فبتفهموا بعدها ان هيكون معاهم 7 بطاقات ودول بيشغلوا دايره سحر واحده والثلاثه باقيين دول بيشغلوا دايرتين. فبيسالها بطلنا طب ليه ما عملتيش العكس؟ فقالت له علشان نوفر مانا، لان كل ما الدوائر زادت هيتم استهلاك مانا اكتر. فبتقول له حتى ده مش هيكفينا. فبيقول لها كسل طب واحنا ملناش اي حاجه كده؟ هو احنا كيس تفاح قدامك ولا ايه؟ فبتقول له كريس لا والله لان الادوات مش هتكفي اعمل لكم حاجه، ولكن بعدين هعمل لكم معدات مناسبه ليكم. فبطلنا بيقول لها اهم حاجه لازم نرفع مستوانا. فبتقول لهم انا مستواي ممكن حاليا اقل منكم. فبيبداوا يتجهزوا وبيروحوا للزعيم تاني بعد 16 يوم تجهيز، وبيكونوا رفعوا مستوياتهم كلهم للمستوى 12 وبيكونوا مجهزين كل حاجه. وبطلنا بيقول انا معتمد عليك يا كاي، وشكله اداله مهمه نار النار، وشكلنا كده داخلين على الحماس الحقيقي. وبيفتح بطلنا الباب بقلب جامد وبيدخلوا المكان وبيشوفوا الجوبلين وزعيمهم واللي عددهم كلهم 20 جوبلين، وزعيمهم بيأمرهم يتجهزوا للقتال. وبطلنا بيقول في نفسه شكل عددهم اكبر من اللي كنت متوقعه. وفجاه القتال بيبدا وكل الجوبلين بيهجموا على كاي، وفجاه بيختفي من وسطهم. وكريس بتفعل بطاقه تعويذه هي وبطلنا كيم، وبينزلوا عليهم بكرات ناريه وبيقدروا يقتلوا عدد كبير منهم. وبيقول كاي لبطلنا احنا هنحميكم، وبيهجم على الجوبلين وبيبدا يقتل فيهم. فبيقول بطلنا ان احنا اعتمدنا على كاي ودي كانت احسن حاجه عملناها. وبنشوف برضو كاستل نازل فيهم ضرب ومش راحم هو كمان. وفجاه في واحد من الجوبلين بيتحدف على كاستل، فبيقدر يصد الجوبلين ده وبيشوف الزعيم بيتجنن وبتطلع منه هاله قويه، وبيهجم عليه كاستل وبيقول انا هتعامل معاه. ولما بيضربه بيقدر الزعيم انه يصد ضربته، فبياخد كاستل مسافه لورا وبيقول انه كان عنده فرصه واحده بس، ومشكله كاستل انه مش خفيف علشان كده ما قدرش يستغلها. وبيهجم تاني على الزعيم وبيبدا يشتته وبيقول لبطلنا دورك جه يلا. وبيفعل بطلنا هو وكريس بطاقات سحريه وبيستخدموا قوه البرق وبيبدا يصعق في الزعيم، وبيستغل كاستل الفرصه دي وبيرشق السيف في رقبته فبيقتله. بيكون بقى عند كاي جوبلين تاني عايشين، فبيهجم بطلنا معاه وبعد شويه بينتهوا منهم كلهم. وبينام بطلنا على الارض وبيفرح انهم فازوا، وبيجيله النظام وبيقول له ان كده قدر يدمر اول مرحله من الزنزانه وينتهي منها في اول 50 يوم، وبكده بقيله 235 يوم. وياخد مكافاه على المهمه دي $100,000 وعنصر من الفئه F1. وبنشوف بطلنا بعدها وهو راجع بيته هو واتباعه، وبيكون بطلنا حالته حاله وبينام على الارض، وبنعرف ان ده حصل له لانه اتباعه اخذوا منه
منه كمية مانا كبيرة وهو تعب من بعدها وفضل مريح على الارض. ولما لف جسمه وفتح عينه وشاف راس جوبلين شكلها مرعب ويتفزع فزعة فاق من اللي هو فيه. شكلك وحش قوي يا كيم. وبعدها بيمسك تليفونه وبيتفقد اعلانات الارشادات وبيلاقي معلومات عن طاقة جديدة يقدر يستخدمها وبيدوس على حاجة اسمها خدمة الارجاع السريع وفجأة بيظهر باب قدامه وكلهم بيستغربوا. وكريس فجأة بتنط قدام بطلنا وبتكون مصدومة من الباب ده وبتبدأ تقول اسامي وحاجات غريبة. وكاي وكاستل بيقولوا لبطلنا لما السحرة يكتشفوا حاجة في السحر ما تقربش منهم لانهم بيكونوا رايحين فيها زي حالة كريس حاليا وبيعرفوا انها طول على الحال ده. فبيقرر بطلنا يقعد ويستناها لما تهدى. وبعدها بنرجع لبطلنا لما كان في البيت تاني وبيكون الباب بيخبط فبيسأل بطلنا كريس لو هي اشترت حاجة من الموقع. فبتقول له كريس لا وحياتك ما اشتريتش اي حاجة. فبيفتح الباب كاي وبيجيب صندوق طرد كبير وبيفتح الطرد وبيلاقي هدومه عليها رسالة وبتكون من نفس الرئيس اللي بعت له الكتاب قبل كده وبيكون قايل له في الرسالة دي انه فخور بالانجاز اللي هو عمله وقال له انه صعب انه يخلص على الزنزانة دي لوحده فبعت لك الهدوم دي كمعدات مساعدة. وبيكون بعت له درع السلسلة وده بيكون وزنه خفيف وفيه نشاط كبير عن الدروع العادية ولكن بيكون فيه تأثير سلبي وهو سحر الاسترداد التلقائي. فبيفرح بيها بطلنا وبيقول في نفسه الشخص ده ساعدني وانا نفسي ارد له الجميل ده. وبتفكر له كريس ازاي تقدر انها ترد له الجميل ده. وبيشوف بطلنا كيم سعر الدرع ده واللي بيكون 80 مليون وون وبيقولوا انه شخص غني بشكل مبالغ فيه. فبيسأل كريس على هدية كويسة فبتقترح عليه بطاقات التعويذة. بيقول لها بطلنا هل ده عادي؟ فبتقول له انا كده كنت هبيعها اصلا. فبتقول له كمان ان شكله اصلا ساحر من لقبه فهتكون هديه حلوه ليه وده كمان علشان يساعده انه يقدر يتعلم من غير بطاقات ويعرف كمان ازاي يصنعها بنفسه. فبيقول لها بطلنا طيب لازم ارتاح اخد يوم اجازه. فبتقول له كريس بص يا عم كيم بالنسبه لنا احنا البحث والتدريب ده هو الراحه بتاعتنا. فبتاخد بطلنا كيم غصب عنه تعلمه يعني الواد ملحقش يتنفس. بنروح تاني بقى للرئيس اللي بعت الحاجات دي لكيم بطلنا وبنشوف الخادم بتاعه اللي بالمناسبه اسمه مارك. فبيدخل مارك عليه وبيقول له هل في اي اخبار كويسه؟ فبيقول له الرئيس ايوه فيه. فاكر الواد اللي كان في الزنزانه لوحده؟ فبيقول له انه لسه حي وبيهاجم في الزنزانه كمان. فبعت له درع السلسله. فبيقول له مارك طب دي حاجه غاليه قوي. فبيقول له الرئيس يا عم هو انا كل شويه اعيد الكلام؟ بيقول له بص على الشاشه بس كده. فلما بيبص مارك بيلاقي معلومه عن الشفاء الصغير السريع وده اللي كريس استخدمه على بطلنا والمقوله دي هي بتاعتها وكانت قالت فيها انه بعد استخدام المهاره دي بتجوع وبتتعب وكمان لو بتستخدمها لوحدك في الزنزانه فده هيجذب ليك الجوبلين فخلي بالك قوي من كده. فبيقول له مارك طب حلو بس ممكن برضه يحصل حاجه. بيقول له الرئيس وهو بيضحك انا ما اقدرش ما ادعمش الولد ده انا فعلا نفسي اشوفه. وبنشوف بطلنا وهو رايح للمرحله الثانيه من الزنزانه وبيتمشوا في الزنزانه هو واتباعه وبيكون ضم ليه 2 جوبلين زياده. فبيقول لهم بطلنا ان المكان هنا مش مختلف ابدا عن المرحله الاولى. فبتقول له كريس بس حتى اكيد الوحوش اقوى من المرحله الاولى. ولسه بيتكلموا بيكملوا في السيره دي بيلاقوا قدامهم وحش من الاورك عملاق عن الجوبلين ومع شويه وحوش زيه. فبطلنا بيطلب بسرعه من كاي وكاسل يهجموا عليهم فبيعملوا كده وبيشوف ان الجوبلين اتباعه مش قادرين عليهم. وبنشوف كاسل وهو بيواجه الزعيم والزعيم من ضربه واحده بس قدر يطير كاسل لبعيد جدا. وبنشوف ورا الاورك ده مجموعه تانية زيهم كده وشكل كده الوضع بقى صعب جدا. فبيقول بطلنا الكسل وكاي لما اديكم الاشاره تنسحبوا على طول. وبيطلع كريس بطاقه تعويذه وبتبدا تاخد مانا من بطلنا وبتعمل كره نار كبيره وبيطلب كيم بطلنا من كاستل وكاي يبعدوا وبتحدف كريس كره النار على وحش الاورك ده وبيحصل انفجار مذهل قدامهم. ولسه بطلنا بيفرح بالموضوع وانه تعويذه اللي من 3 دوائر سحريه دي قويه جدا لدرجه انها هزمتهم كلهم. فبيلف يشوف كريس بيلاقيها مزروعه في الارض وحالتها حاله. فبينصدم بطلنا وبتقول له كريس ما تخافش انا كويسه. فبيقع بطلنا من الصدمه وبتقول له كريس انا استهلكت كتير قوي من المانا شكلي ودي حاجه غريبه لان هيكل عظمي ومع كده عظمي اتفكك. فبيقول لها بطلنا انا انصدمت. فبنشوف كاي شايل كسل ورجله مقطوعه وبيقول له كريس انت كنت هتقتليني ورجلي اتقطعت. وبيقول له كاي اتوقع حاليا الافضل ننسحب ونجيب ورا. فبيتفق معاه بطلنا وبنرجع لبيت بطلنا بعد ما رجعوا وبيكون بطلنا قدر يرجع كريس بالمانا. فبيتعصب عليها كسل بعدها وبيقول لها انت السبب انا عايز رجلي دلوقتي. وبيشتكي زي العيال الصغير وبتعتذر له كريس وبتقول له هركز بعد كده. فبيرتاح بطلنا كيم من الوضع هادي حاليا وبيسأل كريس هي ازاي قدرت انها تعمل تعويذه كره ناريه. فبتقول له كريس انها جهزتها للاحتياط. فبيسأل بطلنا كيم بعدها كاي وبيقول له مستوى الوحوش دي عامل ازاي في المرحله الثانيه. فبيقول له كاي ان الجوبلين اقوياء عنهم شويه ولكنهم هيفضلوا اضعف من الجيلان بكتير واللي هم الاورك. فبيقول له كسل الاورك خلي بالك منهم انهم يزنقوك لانهم اقوياء جدا ولكن لو هاجمتهم بالسحر
السحر فهتقدر تفوز بسهوله. وبيقول لبطلنا كيم ما تشتري لنا بقى شويه معدات كده افتكرنا بحاجه يا عم. بيقول له بطلنا ما انا اشتريت لك قبل كده وقلت لي انت ما بتعرفش تشتري. فبيبرر له كاستل وبيقول له انا بس كنت لازم اعتاد عليها. وبيقول له كاي في سبب تاني لازم علشان تشتري معدات لينا، ومنهم الوزن، وانه علشان هم هياكل عظميه فحاجات خفيفه جدا فممكن المعدات تديهم هنا الافضليه وتخلي وزنهم اتقل شويه. فبيقول له كاستل ايوه وبكده نقدر ندمر الاورك في ثانيه الا ثانيه. فبتقول لهم كريس طب ما هو في طريقه تانيه وهي النواه. فبيقول لها بطلنا ايه هي النواه دي؟ فبتتضايق منه كريس لانها علمته قبل كده وهو نسي، وبتقول له هشرح لك تاني فابوس ايدك ركز معايا. وبتعرفوا ان النواه دي عباره عن قلب الموتى الاحياء، والنواه دي لو اتدمرت فيهم هيموتوا على طول. بتعرفوا ان الزومبي دول ما تقدرش تواجههم لانهم ما بيحسوش باي حاجه، ولكن نواتهم هتفضل هي نقطه ضعفهم. وبتقول له كريس كمان ان زي ما قلت لك قبل كده فاذا قررت تشوف نفسك على واحد من الزومبي فاستهدف قلبه او راسه. فبيسال بطلنا كيم طب انا كل اللي قابلتهم لحد دلوقتي وحوش ما عندهاش نواه، هم دول غير دول يعني؟ فرد عليه كاستل وقال له ان الزومبي الصغيرين ما بيكونوش عندهم نواه لحد ما بيكبروا، بتبدا تظهر فيهم بعدها، وكمان مش كلهم يقدروا يطوروا نواه لمجرد بس انهم كبروا في السن. فبتقول كريس انها كانت بتراقب الموضوع ده من فتره ولكنها غيرت رايها عنه. بيقول لهم كاي انهم لازم يتحسنوا علشان يقدروا يتقدموا في الزنزانه. فبيسال بطلنا كيم طب وايه هي مميزات النواه دي غير انها بتخلي فيك نقاط ضعف؟ بتقول له كريس ان المميزات كبيره لدرجه مش هتحس بالعيوب دي، لان النواه دي بتخليك تستخدم الدوائر السحريه والهاله، وده اللي احنا كسحره ومبارزين بنحتاجه. بيسالها بطلنا فجاه بس انت يا كريس ازاي بتستخدمي سحر طول الوقت؟ بتقول له لاني عبيت منها كتير في العظم بتاعي ولكنها لسه ناقصها حاجات كتير. فبتقول له بعدها انا بطلب منك تسمح لي نصنع نواه. فبيقول لها بطلنا خلاص ماشي طالما المميزات دي موجوده فخلينا نصنع نواه لكاستل وكاي. وبيفرحوا هما الاثنين. فبيتحمس بطلنا بيقول لهم يلا بينا دلوقتي. فبتقول له كريس اهدى كده مش دلوقتي، وبتبدا تعرفوا ان النواه دي حاجه بتحتفظ بالمانا علشان كده لازم يكون جوهره غاليه او معدن خاص، واحنا من بين الكلام ده كله مش معانا غير جواهر. فبطلنا مش بيفهم قوي او مش بيفهم اصلا، وبيبدا يسلك كده علشان كريس هتاكله لو قال لها مش فاهم. وبتقول له كمان كل ما تزيد درجه النقاء كل ما تزيد كميه المانا اللي تقدر تخزنها. بعدها بطلنا بيسال كريس انا معايا كام في حسابي؟ بتقول له غير الاقساط اللي عليك يا حبيبي فانت معاك تحت ال 3000 بس. فبيقول لها بطلنا احنا مش معانا مبلغ يكفي علشان نشتري جواهر نقيه. بتقول له كريس هنشتري خاتم الماس 1 ايرات وهيكون سعره 4 مليون وون. فبيقول لها بطلنا طب ايه هو الحجم المناسب علشان نصنع نواه؟ فبتقول له مش هينفع يقل عن 5 سم. فبتقول له بعدها عندي خطه حلوه بس استنى شويه. وبتمشي وبتسيبه وبتروح تجيب اوراق مكتوب عليها الخطط الماليه، وبتلبس نظاره وبتقلبها حصه ثانويه عامه وبيكون موضوعها عن النواه. فبيسالها بطلنا انت امتى عملت كل ده؟ ما بتردش عليه وبتبدا شرح، وبتقول اول حاجه احنا محتاجين الجواهر علشان نصنع النواه ولكن سعرها غالي بشكل غبي. وبتزعق بعبط كده وبتقول لهم بس اوعى تخافوا لان عندنا طرق حلوه نكسب بيها فلوس. وبتقول لهم هي عن طريق بيع بطاقات التعاويذ، والحاجه دي هتقدر من خلالها تشتري جوهره وتصنع نواه. فبتقول دي هتكون نقطه ضعف لحد وضعه صعب ومحتاج قوه كبيره يحاول ينجو بيها. فبيكون بطلنا خايف من اللي دفعه علشان يعمل البطاقات دي فمش عايز مخسر في الاخر. فبتقول له كريس ما تخافش هنوفر احجار مانا على قد ما نقدر، ونقدر نعمل 100 ورقه تعويذه من 1 كيلو جرام بس، وكده التكلفه هتتخطى ال 100 مليون وون بس. وبيكون اتحدد سعر بيع الورقه الواحده بعد ما تجهز ب 3 ملايين وون، يعني هتجيب لهم استثمار برضه. فبتدي له ورقه يقراها ويوقع عليها. فقبل ما يوقع بطلنا بيقول انا حاسس الحاجه غاليه. فبيقول له كسل مقارنه بسعر حياتك فدي ملهاش لازمه صدقني. بتروح له كريس وبتقول له ان مستكشفين الزنزانه بيكسبوا فلوس كتير لمجرد بس انهم بيحطوا حياتهم تحت الخطر. وبتقول له انها كلمت مشغل الزنزانه ولما قلت له على موضوع البطاقه هو وافق عليه فما فيش اي سبب للتردد. وبيروح بطلنا للكمبيوتر وبيبدا يطبع في تعويذ هو وباقي اتباعه، وبعد ما بيخلص بيكون تعب جدا وبينام على الارض. وبيقول بطلنا ما توقعتش خالص كل حاجه تتباع في 5 دقايق بس، وبنعرف انه كسب من كل ده 450 مليون وون. فبيكون بطلنا اول مره يبقى معاه مبلغ زي ده. فبتقول له كريس ده كفايه قوي ان احنا نعمل النواه. وبنشوف بعد ما عملوا كل حاجه وصنعوا النواه وبنشوف كاستل هو اصبحت داخل قلبه نواه، وبيقول انا حاسس بشعور حلو كانه جسمي كله مليان مانا. وكاي بيقول له انا حاسس اني اتولدت من جديد. وبتقول له كريس ده احنا كده نقدر نستخدم سحر ال3 دوائر بسهوله جدا.
بيقول لها بطلنا كيم ايه ده الموضوع للدرجه دي؟ فبتقول له انت دفعت 16 مليار اكيد هتتغير يعني، وكمان انت وفرت فلوس كتير واستخدمت الاحجار الكريمه المصطنعه عن الاصليه. فبتقول له علشان كده حطيت 5 منهم فيا. فبتقول له تقدر عادي تغير النواه بعدين، وانا عملت صدى مع القلب وضخمته علشان كده اضافه النواه في قلبك هتخليه اقوى. فبيقول لها حلو كده قوي، تعالوا كده نشوف بقى مستوياتكم كام دلوقتي. وبنشوف اول حد فيهم وهي كريس وبيبقى 102، ونفس الكلام كاستل، ولكن كاي بيكون 109. فبتكون في حاجه غريبه وهي ان المانا بتاعت كاي قليله. فبتقول له كريس ممكن علشان لسه حاجه جديده عليه، فمع الوقت هتكبر فنبقى نتشيك عليها ونشوفها كل يوم. فبيفرح بطلنا بيقول لها خلاص تمام، بحالنا حاليا نقدر ندمر الزنزانه بسهوله. فبيسخن كاستل وبيقول له انا عايز ادمر زنزانات دلوقتي، بس كريس بتقف قدامه وبتبص له بنظره تخوف، وبتقول له بنبره ترعب احنا محتاجين قبل ما يحصل اي حاجه نتاكد ان النواه متثبته جواك صح، ومفيش مشاكل في استخدام المانع علشان اي اخطاء هتحصل هتحملها على السيد كيم. فبيقول لها خلاص ماشي موافق. وبيروحوا بعد شويه للزنزانه، وبنشوف كاستل هو بيقتل وحش وبيكون بيستخدم مهاره السيف اللي ما بيقدرش يستخدمها غير مرتزقه من الفئه ايه. وبنشوف كاي هو بيقول ان اي حد عند المستوى ده يعمل كده برضه، وبيكون فيه واحد من الاورك بيهجم عليه وبيقول لهم خلينا اوريكم حاجه اجمد. وبيطلع قوه المنى بتاعته وبيقتل الاورك وبيختفي بسرعه لقدام بطلنا، وبيبدا بطلنا يمدح فيه برضه، وبيتضايق كاستل وبيوريه حركه تانية وبيعمل انفجار كبير، بس بعدها ابن الخايبه بتتكسر عظامه لانه استخدم مانا كتير بغباء. وبيقول له كاي انه استخدامه للسيف للهجوم من بعيد ده هيستهلك مانا كتير. فبيقول له كاستل يا عم عادي انا عشان لسه بس مش متعود على جسمي الجديد. فبيقول له بطلنا انت مشكلتك مشكله. فبيعتذر لكاستل وبتفكر كريس وبتقول لهم ان المشكله دي سببها ان مقدار استرداد المانا صغير، فلازم نجرب نعمل نقش لدائره سحريه ونمتص المانا في القلب. فبيقول لها بطلنا خلاص ماشي هنعمل كده بعدين. وبيقول لهم كيم خلونا بس نرجع حاليا بسرعه قبل ما تظهر وحوش. فبيقول له كاي الاوان كات فات لانه ظهر فعلا، وبنشوف وحوش ضباع شكلهم مرعب ومش بيصدق بطلنا كيم وبيقول هو ده حقيقي احنا رحنا فيها. كاستل مش هيقدر يحارب حاليا. بتبدا الضباع دي تستعد للهجوم، وبتطلع كريس المانا بتاعتها وبتقول له اهدى يا سيد كيم، وبتصنع برق وبتصعق بيه الضباع. وبعدها بتستخدم قدره اسمها نفس الجليد، وبتبدا تشيل حركتهم وبيهجم كاي في اللحظه دي وبيبدا يقتل فيهم. وبتروح كريس البطانه وبتقول له لازم السحر يكون جامد، فعايزك تجمد كده ما تبقاش عيل خرع لانه كده ده هيخليك تموت بسرعه. فبيزعل بطلنا كيم، ولكن بيجي له كاي وبيقول له ان حاليا السيد كيم في مستوى تاني من اللي كان عليه من شهر، لانه اصبح اقوى بكتير وقدام هيتطور اكتر واكتر. وبيشكرهم بطلنا كيم على انهم معاه، وبيرجع بعدها بطلنا البيت وبينام وبيحلم حلم غريب، وبيلاقي نفسه في مكان فارغ ما فيهوش اي حاجه، وبيكون عارف بطلنا انه بيحلم وما فيش حاجه اصلا في الحلم. وبيقول انا هستنى بقى لحد ما اصحى. وبتبدا نواه بطلنا انها تضيق، وبيلاحظ كده بطلنا وبتبدا آلة بطلنا تظهر، وبيخاف لان الموضوع ده هيستهلك منه مانا وما بيقدرش يوقفها، وبيكون عايز يوقفها بس مش عارف وما بيقدرش يعمل حاجه. ولكنه فجأة بيصحى على صوت اتباعه وبيكونوا قلقانين عليه. فبيقول لهم بطلنا ايه اللي حصل؟ فبيقول له كاستل في حاجه زي الزفت على وشك انها كانت تحصل. وبيقول له انا حسيت بموجه مش طبيعيه من المانا طالعه من اوضتك، ولما دخلت لقيتك بتطلع مانا بكميه كبيره جدا وكنت على وشك انك تموت بسبب خروج الكميه دي. فبتقول له كريس انت عندك اي فكره عن الموضوع؟ فبيقول لها بطلنا على الحلم، وبيسال لو كريس هي اللي هدت خروج المانا دي. فبيقول له كاستل لا الموضوع هدا لوحده واستقرار المانا بقى اكتر من قبل كده. فبيحس فجأة بطلنا بشعور غريب، وبيبص في ايده بيلاقي ايده بتضيق اصفر، وبيفهم ان المانا اللي بيستخدمها موجوده في جسمه، يعني بقت جزء منه وبيقدر يتحكم فيها. فبيقول لو المانا عباره عن حاجه زي كده فده نفس حوار الترويض برضه، فبتطلع المانا من قلبه زي ما كان بيحصل في الحلم وبتهدى تاني. وبتقول له كريس مبروك عليك يا سيد كيم انت بقيت ساحر. ما توقعتش تتخطى الدايره الثانيه وتوصل للثالثه بسرعه كده. فبطلنا ما بيكونش مصدق نفسه، فبيهنئوا كاستل وكاي. هو بتقول له كريس لانه السحر هو حاجه بتاثر بشكل كبير على العقل، علشان نادرا ان النمو يجي في وقت واحد. فبيقول لها بطلنا ما توقعش انه بسبب التنوير اللي هو الادراك، والتنوير ده مش حاجه جامده قوي يعني، هو عباره عن انه نفسك تتيقظ وتنتقل لمكان اعلى. والتنوير بيختلف تصوره من شخص لتاني، والتنوير الخاص بيك انت ممكن ملوش اي 60 لازمه بالنسبه للناس التانيه.
فبتقول له كريس ايا يكن هو ليه لازمه ولا لا، بس السحرة بيحبوا يشاركوه، وطبعا الكلام ده بينطبق عليا انا. فبتمسك ايده وبتترجاه يعلمها التنوير ده، فبيقول لها بطلنا حاضر بس خلينا ناكل لقمه الاول. وبتقول له كريس بعدها ان موهبه الترويض لو استخدمتها على النواه بتاعتك ده مش بيخليها يحصل لها حاجه غير تتحرك، فوق كده تقدر تطلق تعويذه بدون ما تقول اي كلمه لان كل حاجه تحت سيطرتك انت. وبتقول له ان ما تقدرش تطلق تعويذه من مجرد انك بس فهمها، لانه في تعويذات مستوياتها اعلى منك بكتير وده هيستهلك مانا كتير برضه. باختصار يعني فالسحر جوه العالم بيقلل من استهلاك المانا، وتقدر تقابل ساحر في نفس مستواك وهتبقى قادر تواجه. فبيكون بطلنا زهق منها ومن رغيها وفصل شحن من كلامها الكتير، وبيقول لها يا ستي اهم حاجه ان بقى ليا لازمه وخلاص. فبتقول له كريس ايوه اكيد بقى ليك لازمه ومن النهارده لازم تتعلم السحر. فبتحجر بطلنا اكتر في مكانه وما اعرفش انا الولايه دي طلعت منين، وبتقول له ان قوه السيد بتزيد كل ما بيتعلم السحر والنهارده هيبقى ليك تدريب خاص وبتاخده علشان تعلمه. وبتقول له مفيش وقت نضيعه، وبيكونوا كاسل وكاي بيتفرجوا عليه في صمت. وبنشوف بطلنا بعد شويه وهو في الزنزانه وبيستخدم قدرات كتير ورا بعض، ومنها الكرات الناريه وبيعمل انفجار كبير والسهام السحريه وقدره البرق وكده. بيقول له كاسل انت اتحسنت كتير يا سيد كيم. فبتقول لهم كريس خلونا نرجع بقى دلوقتي. ولما بيرجع بطلنا بياخد شاور وبيقولوا له اتباعه شوف كده قدراتنا قد ايه حاليا، وبيمسك تليفونه وبيلاحظ ان اسم العرق بتاعهم اتغير وده بينطبق عليهم هم 3. وبيتحمسوا كلهم بيسالوه لو في حاجه تانية اتغيرت، فبيقول لهم بطلنا لا كل حاجه زي ما هي. بيقول لهم بطلنا طب حد لاحظ حاجه؟ بيقول له كسل لما حاجه بتتغير فيك اكيد لازم تلاحظها. وبيقوم يقف قدام بطلنا وبيقول له انت مش شايف ولا ايه؟ فبيلاحظ بطلنا انهم بقى حجمهم اكبر بكتير عن الاول، التغييرات شغاله لسه وحاليا عظمهم بقى اكبر واكتر صلابه وقوه. بيسال بطلنا عن كريس هل حصل لها اي تغيير؟ بتقول له كريس ايوه انا حاسه بكده برضه والتغيير ده من جوايا علشان كده مش هيبان بره. وبيقول بطلنا بس ليه ده حصل؟ بتقول له كريس ده بسببك انت. بتقول له لما انت اتطورت لمستوى ال3 دوائر ده اثر علينا احنا، وده معناه انه لما مستواه بيعلى اتباعهم هم كمان مستواهم بيعلى وبيتحمسوا لان الزنزانه كده هتكون اسهل ليهم في المستقبل. فبيقول بطلنا لكريس انا حاسس اني مش محتاج تدريب تاني، ايه رايك نهاجم الزنزانه تاني؟ فبتقول له كريس لا انت لسه محتاج تدريب تاني. فبيدرك بطلنا ان الطريق لسه طويل، وبتعرفهم كريس انه في معدات لكسل وكاي هتوصل الاسبوع اللي جاي وهي مش هطول لانها معدات سحريه ووقتها يقدروا يهجموا على الزنزانه. وبعد اسبوع بنشوف الدروع اللي وصلت لكسل وكاي وبيكون كسل فرحان بيها وكريس بتشرح انها دروع بتشتغل بسحر وبتتميز بامور بتزود قوتها، وبيكون كاي وصل له سيف مش درع وبيكون فيه مميزات سحريه برضه. وبيشوفهم بطلنا مبسوطين وبتقول له كريس وانت كمان في حاجه علشانك، فبتدي له بدله كده شكلها فخم وبيكون في البدله دي نفس مميزات السحر اللي مع كسل وكاي، وفوق كده فيها جيوب مميزه بسحر تمدد الفضاء وهتفضل خفيفه حتى لو شالت حاجات كتير. وبيروح كسل وبيقول لهم يلا بقى خلونا نختبر المعدات دي. بيقول لهم كيم المعدات جهزت خلاص خلونا بقى نروح الزنزانه. فبتقول له كريس طب ما تصبر النهارده ونشوف لو الدنيا تمام مع المعدات دي. فبيقول لهم بطلنا طيب خلونا نجمع مانا بس ونرجع تاني. فبيدخلوا الزنزانه وبيشوفوا الاورك تاني وبيقول كاستل اخيرا الفريسه ظهرت، بس فجاه بيلاقي كره نار بتعدي من جنبه وبتترمي على الاورك وبتعمل انفجار كبير وبتكون اللي رمتها هي كريس. فبيتخانق معاه كاستل لانها كانت ممكن تسيبه زي المره اللي فاتت. فبطلنا كيم بيقول لهم يا جدعان اهدوا ما تتخانقوش في الزنزانه. وبيكون واحد من الاورك هرب وبيقدروا يوصلوا لمكان وحوش متجمعه وبيكونوا قبل كل حاجه جوبلين على اورك على ذئاب، وبيعرفوا ان دول اللي هربوا بيكونوا متجمعين علشان يهجموا ويعيشوا. فبيقول بطلنا طيب خلينا نعمل كده تاني ونخلص الموضوع مره واحده. وبيدخلوا عليهم وبتجهز كيم وكريس سحر النار وبيقتلوا كيم بطلنا كره ناريه وبيعمل انفجار كبير ولكن ما بيتاثروش بيها كتير وبيهجموا على كيم وبيرموا عليه رمح وسيوف، بس بطلنا بيستخدم سحر التحكم العالي وبيقدر يتحكم في الاسلحه دي ويعكسها على الذئاب وبيقدر انه يقتلهم. وبيدخل كاستل وبيهجم هو كمان على الذئاب فبيطلع كاي سيفه وبيقتله في ثانيه وبيتصدم الاورك من قوه اعدائهم وبيهربوا. فبيشوفهم كيم بطلنا وبيستخدم سحر روح الارض وبيطلع قدامهم حاجز وبيقفل المخرج عليهم، وبتستخدم كريس كره الجليد وبتهجم عليهم بيها وبعدها بيقتلوا الباقي وبيكونوا كده خلصوا كل الوحوش اللي في المكان. فبتسالهم كريس على المعدات وهل عامله معاهم شغل ولا لا، فبيمدحوا كاستل وكاي في الدروع وبتقول لهم كريس حلو ده بس بيتضايقوا هما الاثنين ان الوحوش قليله. فبيقول لهم بطلنا الحل سهل. فبتروح كريس لبطلنا كيم وبتقول له في حاجه عايز اقول لك عليها فعايزك تقف النهارده ونرجع البيت.
فبيرجعوا فعلا، فبيسيبوهم كاي وكاستل يتكلموا. فبتقول له كريس انا علمتك انواع سحر كتير لحد دلوقتي، وبتساله هل في منهم سحر كان سهل انك تستخدمه؟ بيقول لها ايوه بس ليه؟ وبيفتكر لما كانت كريس بتعلمه السحر وقال لها هو لازم اتعلم سحر كتير ليه؟ فقالت له لازم تتعلم سحر كتير علشان لازم اي ساحر يختار مدرسه يدرس فيها للابد، فلازم يكون قدامك خيارات كتير وده الافضل يعني. فبيفهم بطلنا حاليا قصدها وانه يختار مدرسته. فبتقول له ايوه هي حاجه نادره ان يتم اختيار مدرسه للمعلم. فبتقول له انا حتى مش مدرسه رسميه والسحر بتاعي مختلف عنك. وبتفكر مع نفسها بتقول انه شكله قرر فعلا اي مدرسه اللي هيختارها. فبيقول لها بطلنا انا هختار مدرسه استحضار الارواح، وبيقول لها كمان هعمل حاجه اسمها تعهد المانع علشان ابقى مستحضر ارواح. وبنعرف ان مدرسه استحضار الارواح دي مدرسه بتتعامل مع انشاء واستدعاء الجلم والوهم والمسمومين واي بلوى زرقاء، وانها من حيث القوه الهجوميه فهي بتحتل المرتبه الاولى من الخمسه الاوائل من بين مدارس كتير. فبتقول له كريس انا كمدرستك فالافضل تستنى شويه على اعلان تعهد المانع ده، لانه ما ينفعش تقرر دلوقتي من بس انك اتعلمت شويه سحر. بيقول بطلنا انه اتقال لو اعلنت تعهد المانع فطبيعه المانع هتتغير وده بيكون على حسب المدرسه. بتقول له كريس ايوه ده صح، هيكون سهل انك تتعلم سحر المدرسه دي، ولكن المدارس التانية هيكون صعب تتعلم السحر بتاعهم، حتى في تعاويذ مش هتقدر انه تستخدمها. بيقول لها بطلنا بس انا اخدت قراري خلاص. بتقول له كريس ليه؟ بيقول لها في سببين، والاول منهم انك وانت بتعلميني سحر الارواح بحس ان هبقى اقوى لو اخترت المدرسه دي. وبتقول له كريس والسبب التاني انا وكاي وكاستل. فبيقول لها بطلنا ايوه انا متوقعتش انها كانت صدفه تكونوا معايا، وكمان في المستقبل لو اتعلمت سحر مدرسه استحضار الارواح فده هيجي عليكم بفايده كبيره برضه، وفوق كده وانتوا معايا هتقدروا تساعدوني في كده. بتقول كريس في نفسها انه الاسباب بتاعتك دي هي اللي ما خلتش الكل يبقوا سحرة، وبتقول انه احيانا بعض السحرة بيندفعوا في قراراتهم وده اللي انت بتعمله برضه دلوقتي. بتقول له الطريق ده هيكون صعب يا سيد كيم. بيقول لها ايوه انا عارف بس مستحيل استسلم. وبيقول لها لو حسيت بندم وقابلت صعوبات فارجوكي ساعديني، ولو كنت حاسه ان هبوظ الدنيا في اي مرحله وقفيني عن اللي انا بعمله. وفجاه بيسمع صوت كاستل وهو بيقول له ان لو سيدي طلب حاجه فلازم تتعمل. وبيقول له كاي انه انا كتابع فاني اقدم نصائح لسيدي هو من واجبي فلا تقلق. فبتقول له كريس كمان انا اتفهمت رغبتك خلاص فمش هحاول اقنعك تاني. وبيقول حلو دلوقتي بقى انا كيم هيون بوك. وبيبدا يفعل نواه المانا بتاعته وقلبه بيضيء ازرق، وبيتعهد بالمانا انه هيكون مستحضر ارواح، وبيبدا لون بنفسجي يختلط مع الازرق. وبتتفاجئ كريس من ده ونواه قلبه بتتحول للون البنفسجي. وبتقول له كريس وبكده بقت مستحضر ارواح بشكل كامل، بتمنى لك حظ سعيد في المستقبل. فبيشكرها بطلنا وبيسالها بعدها طب وازاي هاخد كتاب السحر الخاص بمدرسه استحضار الارواح؟ بتقول له ما تخافش هو موجود في موقع الزنزانة، بس بتقول المشكلة انه غالي بشكل مبالغ فيه. وبنشوف كتاب تعلم دايرة واحدة ب 500 مليون ودايرتين بمليار وثلاث دواير ب 2 مليار. بتقول له حاليا تقدر تشتري لحد كتاب الدايرتين. بيقول لها بطلنا بس انا كده هفلس. بتقول له كريس في مقولة معروفة وهي انك هتيجي الحياة دي وانت ما معكش اي حاجة وهتسيبها وانت ما معكش اي حاجة برضه، فعلشان كده عيش حياتك يا عم كيم. وبيروحوا بعدها للزنزانة وبيستخدم كيم بطلنا قوته وبيستدعي هياكل عظمية رمية سهام، وبيقدر فعلا انه يصنع حوالي 100 هيكل عظمي. فبتندهش كريس وبيقول لها بطلنا اقدر اصنع اكتر من كده. بيقول له كاي المشكله هنا في قوتهم. بيسالوا كاستل هم ممكن يكونوا في نفس مستوى وحوش المرحله الاولى؟ فبيقول بطلنا اتمنى ما يكونوش كده. وبيقول خلينا نشوف الموضوع ده دلوقتي. وبيجي ذئاب متوحشه وبيامر بطلنا الهياكل تهجم عليهم بالاسهم، فبيقدروا يهزموا الذئاب ولكن بيخسر بطلنا كتير من الهياكل العظميه. بيقول بطلنا شكلهم هيكونوا مفيدين جدا. فبيقول له كاي ممكن لو معاهم اسلحه افضل هيكون ادائهم احسن من كده. بتساله كريس انت تعبت ولا محتاج مانا؟ بيقول لها بطلنا انا كويس. بتقول له كريس شكل استهلاك المانا منخفض فتقدر تستدعي لفتره اطول عادي. وبتقول له لو بتستخدم سحر الهجوم فهيكون استهلاك المانا كبير. والمشهد بينتهي بعدها وبنروح للرئيس فبيكون متضايق وبيقول ازاي راحت عليا الحاجه دي. وبيسال مارك ايه الدنيا، وبيقول له ان حاولوا كتير من نقابتنا يعملوا الحاجه دي لكن ما قدروش، وهي انهم يقدروا يبيعوا بطاقات تعويذات زي اللي بتعملها كريس. وبيوصلوا طرد وبيكون فيه بطاقات تعويذ ومعاها رساله من كيم بطلنا وبيشكروا فيها على مساعدته. وبيقول له انه بعت له 100 بطاقه تعويذه وبيقول له انه انا اللي بعمل البطاقات دي وده بفضل دعمك انت. وبيقول له اتمنى تقبل الحاجه دي. وبيقول له مارك ايه ده هو
الشخص اللي انت بتساعده هو اللي بيصنع البطاقات دي. بيقول له الرئيس انا مش قلت لك ان ممكن يجي علينا بنفع 1%؟ هو بيقول له الرئيس انا هخلي لك موضوع ان نشتري بطاقات اكتر ده لاني هنشغل في دراسه البطاقات دي. بيقول له مارك بس حاول تخلي يعني حاجه نستخدمها للزنزانه. وبيقول له الرئيس هحاول اعمل كده ولكن الموضوع هيكون افضل لو قدرنا نعمل البطاقات دي بنفسنا. بنروح تاني لكريس وهي بتقول انه احنا محتاجين نبيع بطاقات اكتر. فبيسالها بطلنا لو البيعه التانيه خلصت. بتقول له ان في حاجات مؤلده لينا بتتعرض من ناس تانيين والحاجه دي جت علينا بالايجاب لان المؤلده كانت فيها عيوب وبكده قيمه المنتج الاصلي هتزيد. فبتقول له كريس الموضوع مش هيطول والاصلي هينتشر فعلشان كده حاول تبيع بالقدر اللي تقدر عليه. فبيدخلوا بعدها الزنزانه وبتكون دي المرحله الثالثه. وبيقول بطلنا انا قرات انه في هنا سلايم وذئاب والسلايم فيها حمض وده هيخلي المعدات بتاعت كاي وكاستل مش حاجه تساعدهم. فبيحذرهم ينتبهوا. بيقول كاي المرحله الاولى والثانيه كانوا مختلفين في الهجوم. فبيقولوا ان حتى غرفه الزعيم في المرحله الثانيه كانت اصعب بكتير من المرحله الاولى. وبيكون الزعيم مستخدم سحر الثلاث دواير بس هيفضل حمار لانه من الاورك يعني. وبتقول كريس انها كانت بتفكر تخليه زميل ليهم. فبيقف كاي فجاه وبيقول لهم في حاجه غريبه وهي انه ما ظهرش اي وحوش لحد دلوقتي ازاي. بيقول لهم خلينا نهدى كده ونفهم الوضع. فبتقول له كريس ايوه انا حتى ما حسيتش باي علامه لحد دلوقتي. فبيخمن كسل انهم هربوا لانهم خايفين. بتقول له كريس خلينا فعلا نستكشف ونفهم الوضع قبل ما نكمل زي ما قال كاي. بيقول لها بطلنا خلاص تمام هحاول اعرف عن طريق نبعت اشباح. فبيستدعي اشباح وبيبدا يتقدموا. بيقول له كاستل يا عم دول وحوش ازاي يعني هيستخبوا ويفاجئونا. بيقول له كيم احنا اقوياء جدا حاليا بس ده مش معناه انه نفقد حذرنا. وبيبدا يغمض عينه ويشوف اللي الاشباح بعتهم لقوه. وبيكتشف باب وبيروحوا عنده كلهم وبيقولوا انها غرفه الرئيس ومش بيكونوا حاسين باي وجود للوحوش غير في المكان ده. هو بيقول كيم انه ما قدرش يدخل الاشباح بتوعه للمكان من جوه. وبيقول ان ده هو المكان اللي ماتوا فيه مستكشفين الزنزانه. وبيقول كسل ان الزعيم هو اويندد والاويندد دول كائنات خطيره جدا. فبتساله كريس ازاي عرفت. فبيقول لها كاي لاننا كنا من الاويندد اصلا. فبتقول كريس ان دي حاجه مش كويسه لانه طبيعه الاويندد دايما الطبقه العليا فيهم بتهزم الطبقه اللي اقل منهم فده يعني ان ممكن يجيب اجلك. فبيقول لهم كيم طيب طالما وصلنا للمرحله دي خلينا نتعرف على الوحش ده وبعدها نرجع. وبتقول له كريس خلي بالك لانه ممكن يلاحظ وجود الاشباح. وبيدخل بطلنا كيم الاشباح بتوعه لمكان الزعيم وبيلاحظ الزعيم وبيبدا يقرب ببطء وبيشوف حاجه شكلها غريب ومرعب. وبيقع بطلنا من الخوف بعد ما بيشوفه. وبيقول انتوا بتهزروا صح هو ازاي هنا. وبنقدر نشوف شكل الزعيم واللي بيكون هيكل عظمي على شكل حيوان. بص هو حاجات كتير قوي في بعضها بس شكله حاجه تقيله يعني. وبيرجعوا البيت وبيكون بطلنا مش عايز يتكلم من اللي شافه وحالته بتكون حاله. وبتحاول مع كريس انه يتكلم وبيقول لهم فجاه انه تنين. فبيتفاجئوا هم الثلاثه وبيقول لهم انه كان في تنين من عظام بيضه ونقيه وكان متصنن في مكانه ما بيتحركش. بتفهم كريس انه طالما عظامه بيضه يبقى مش تنين عظمي لانه التنانين بتمتص قوه الطبيعه العظيمه علشان كده كل تنين عنده خصائص ليه بيتميز بيها. وبتقول له ان التنانين البيضاء بتشبه اللي في الجبال الثلجيه وعظام التنين الابيض دي قويه لدرجه انها ممكن تجمد كل حاجه حواليها. بيقول لها كيم بطلنا بس ما كانش في اي تلج في غرفه الزعيم انت متاكده من كلامك. بتقول له كريس ان لو اللي بتقوله ده صح فما فيش غير حاجه واحده بس وهي ان هويه وحش الاوندد بيحاكي تنين مصنوع من عظام مخلوقات تانية وده معناه انه تنين هيكل عظمي. وانه هي توصلت لنظريه من استكشاف الزنزانات السبعه وبتقول له اسم النظريه وهو قانون قدره الزنزانه وانه في درجات في الزنزانه وبيتم تحديد مستوى الوحوش دي من درجه الزنزانه. باختصار ان الوحوش اللي في الزنزانه ما تقدرش تتخطى مستوى الزنزانه. وبتقول له ان بسبب الفرضيه دي علشان كده ما لقيناش اي وحوش في الزنزانه وده لانه الهيكل العظمي استهلك كل اللي في الزنزانه. ولو كل الكلام ده صح فده معناه ان قوته هتكون بقوه كل الوحوش اللي في الزنزانه متجمعه فيه وبغض النظر عن قد ايه هو جامد بس هو مش هيتخطى مستوى الزنزانه. بيقول لها بطلنا هل كلامك ده صح. بتقول له ممكن صح بس ما تخافش هنقدر نفوز وننجو. وبيثق فيها انها هتقدر تفوز. وبيكون من الوقت ده هما بيتدربوا كل شويه وبعد 3 شهور بنقدر نشوف عقوبه تجاوز الوقت المحدد للتخلص من الزنزانه واللي هو سنه واللي بتكون هي ان الوحوش هتدخل من الباب اللي الزنزانه عنده. وحاليا هما في الدرجه اف والمرحله الثالثه اللي هما ينهوها دي هي الاخيره في الدرجه دي واللي بعد كده هيكون بلس اف. وبيكون بطلنا واتباعه جاهزين للدخول الزعيم علشان يدمروه. واول ما بطلنا بيفتح الباب بتطلع قوه عليه وبيقول في نفسه انه بقى اقوى من الاول. وبنشوف الهيكل العظمي التنين وهو بيجهز علشان يهجم وبيستدعي بطلنا كيم هياكل عظميه محاربه. هو بيقول لكاي عايزك تشيل الموضوع المره دي برضه. وبيصرخ الزعيم وبيستدعي هياكل عظميه برضه هو كمان. وبيلاحظ بطلنا حاجه غريبه وان الوحش ده بيحاول يسيطر على الهياكل العظميه بتاعه بطلنا اللي استدعاها. فبيقول له كيم انت بتعمل ايه يا انت سيب الهياكل بتاعتي. وبيبدا يهجم هو واتباعه وكاي بيقول لكسل استعد يا صاحبي وبيرمي كاي عليه
عليه قنابل جوهره، وبيكون هو اللي صنعها وبتعمل انفجار كبير جدا وما بتعملش حاجه معاه. فبيقول كيم لبطلنا احنا محتاجين هيكل عظميه اكتر، لانه في كل مره بدمر التنين بيزيد عدد اتباعه، وبيبدا التنين يهجم تاني، وبيروح كاي وكسل يتصدوا له بنفسهم وبيهجموا على الهياكل الصغيره وبيقتلوها، وسلاح كسل بيكسر وبيرميه على الزعيم وبيضربهم الزعيم وبيطيرهم. وبيكون بطلنا استدعى في نفس اللحظه كلاي جولم، وما بيقدرش التنين يعمل معاهم حاجه وبيقدروا يلزقوا فيه ويحبسوه، وبتخبط كريس عصايتها في الارض وبترمي عليه عدد كبير من كرات النار وبتعمل انفجارات كتير، بتكون شالت راس الزعيم. وبتقول كريس ان شكل النوايا اللي كانت في راسه اتدمرت خلاص، بس بنعرف من الكاتب انه تنين الهيكل العظمي مش وحش بيستحق يكون في زنزانه من الدرجه اف، لانه هنا عن طريق الصدفه اصلا. وبنعرف ان الزعيم الحقيقي للمرحله الثالثه هو اورك مستحضر ارواح، وبيكون اتهاجم من مستكشفين زنزانه وصلوا للمكان قبل كده، ولكنهم ما قدروش عليه وحاولوا يصنعوا تنين هيكل عظمي على اساس انه يكون اخر املهم. وبعد ما قدروا يستدعوه ما قدروش يتحكموا فيه، وكان قوي بشكل مبالغ فيه. وبدأ بعدها التنين ده علشان يقدر يعيش انه يبتلع كل حاجه حواليه، وحوش الزنزانه كلها على الزعيم على المستكشفين. يعني بطلنا حاليا خلاص شكله هيروح فيها بجد. وحتى بعد ما ده حصل ففضل لسه حالته مش مستقره، وعلشان كده ما كانش فيه نواه في راسه ولا اي حاجه، فبيقدر يرجع راسه مره تانية. وبطلنا بيترعب وبيقول لكريس استعد علشان هتعملي حاجه قويه، وبيقول في نفسه ان المنى بتاعته خلصت من الهجوم اللي حصل من شويه، وكمان كريس المنى بتاعتها خلصت. فبيقول له كسل فجاه اللي بيكون متكسر وحالته حاله، وبيقول لبطلنا كيم خد المنى بتاعتي كده كده مش هعرف اعمل حاجه، وبياخد من كاس المنى وبيقول في نفسه ان حتى المنى بتاع كاس مش هتساعد، وبيقول انه مش باقي غير حاجه واحده يقدر يعملها، وبيحاول يجمع منى بس بيقول في نفسه هو ده الشعور لما حياتك تقرب تنتهي، وبيقول في نفسه انا حاسس ان فقدت حاجه غاليه للابد، وبيقول كمان انه متاكد من انه مليان منى ولكنه فارغ، وبيقول لكريس ما تخافيش لازم يكون في حاضر علشان يبقى في مستقبل، وبيقول خلونا نركز على النجاه دلوقتي، وبيطلع جوهر متفجره وبيرميها على الزعيم، وبيستدعي قدامه جولم وبيبدا التنين يستخدم المنى بتاعته، فبيطلع قوه بنفسجيه كبيره، فبيروح كاي قدامهم وبيعمل درع يحميهم، فبيطلق التنين الهجمه بتاعته بيتكسر درع كاي، وبطلنا بيقع على الارض وكاي بيتدشمل، وبتكون كريس هي كمان اتدمرت، وبيقول بطلنا في نفسه الوضع زفت انا مش عارفه اتحرك واتباعي اتدمروا كلهم، وبيقول بطلنا بس مش هينفع اموت، فبيستخدم التحرك بالعقل فبيقدر يطير، وبيقول مفيش غير حاجه اخيره حاليا اقدر اعملها، فبيقول نسبه النجاح فيها ضئيله، وبينزل على التنين وبيحاول يخليه يتابع عنده، بس فجاه بيكلمه التنين وبيقول له انت بتعمل ايه يالا انت عايز تتحكم فيا انا؟ انت عبيط ولا ايه؟ بيقول له كيم انت هتعملي فيها حاجه جامده، انت بتاع مزيف بيحاكي تنين اصلا، فبيقول له التنين طيب وفيها ايه لو انا مزيف؟ مفيش حد قال ان المزيف ما يقدرش يدمر الحقيقي، فبيقول له كيم استسلم ليا وانا خليك مزيف افضل من الحقيقي. بيقول له التنين بس انت مجرد بشري. بيقول له كيم يعني هو انا علشان بشري مش عايز توافق؟ بيقول له الناس دايما بتتكلم مع بعضها وبتغير حاجات كتير. وبيقول له كيم انت ممكن تكون عارف كده ولكن في حد للنمو في الزنزانه دي، بس معايا انت تقدر تنمو اكتر واكتر. وبيقول له تعالى معايا وانا هخليك اقوى، لو ما استسلمتش دلوقتي فهنموت انا وانت. وبيقدر فعلا انه يأثر فيه ويتحكم فيه، وبعدها ما بيقدرش يطير اكتر من كده وبيقع، ولكن فجأة بيمسكوا التنين بين ايديه ولون عينه بيتغير للبنفسجي. بيقول له بطلنا هتنمو وتكون اقوى من التنين العادي كمان، بس لازم توفي بوعودك. وبينتقل المشهد لمبنى في مكان اسمه جانج نام، وبندخل بنلاقي شخص بيقول ان احنا ابلغنا عن ان الزنزانه 795 اللي من الدرجه اف انتهت، ودي بتكون شركه بيديرها المتحكمين في الزنزانه واللي بيدعموا وبيراقبوا المستكشفين في السر. وبيقول له لو كان بيكلموا انها من درجه عاديه فاللي خلاك تقول لي يعني عن الخبر ده؟ فقال له لانه لقينا حاجات كتيره غير عاديه في الزنزانه دي، والافضل انك تشوف التفاصيل بنفسك. فبيديله اوراق كتيره وبتكون تقيله، وبيبدا يقرا شويه وبيتصدم انه في حد هاجم زنزانه لوحده، وانه كمان ظهر تنين عظمي وبقى خادم بتاعه، وكل ده يقصد بطلنا. وبيعرف كمان انه نفسه هو اللي بيصنع بطاقات التعويذ، وبيعرف انه شخص مميز جدا من ناحيه حظه وانه يقدر يسيطر على حاجات قويه. وبيقول الشخص التاني هو اللي يعني الخبر ده جاي دلوقتي، فبيقول له اللي لابس نظاره انه الزنزانه دي فشلوا في الهجوم عليها علشان كده شكل العاملين ما تحققوش منها بشكل صحيح. فبيقول له الموضوع متاخر ولكن عايزك تهتم بالزنزانه دي وابعت دعم كتير كمان. ايه اللي هيحصل بقى في الاحداث اللي جايه؟ وهل بطلنا هيقدر يستخدم قوه التنين دي في التعامل مع الزنزانه والتخلص منها؟ وايه هو النوع الدعم اللي هيوصل بعد ما تم ملاحظه قوته المميزه دي؟ كل ده هنعرفه الجزء اللي جاي. اهم حاجه حاليا تقولي في التعليقات اكمل الحكايه ولا لا، ووروني تفاعل ولايكات علشان انزل لكم بشكل اسرع، واتفرج على الحكايه دي هتعجبك قوي. واهم حاجه الصلاه على النبي، ويلا السلام.